السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبينا نطلع البنات، رحنا عند خالتهم قريبة منا، يعني تقريبا على آخر الشارع عنا. فرحنا. وين انتوا جايين اليوم؟ طالعة خالتي. وهنا حبيت أصور لكم شوية مقتطفات من زيارتنا لبيت أختي. هنا البنات كانوا مبسوطين وبيلعبوا بالخرز. لولو كانت مبسوطة كتير، ودانا. هدول أولاد أختي محمد وزين. محمد أبو بلوزة سكني توجيهي، طبعا ما درس توجيهي. وزين بيعملنا باي. هذا زين بأولى ثانوي. هلا وسهلا في أحلى شباب. هنا البنات كانوا بيركبوا بالخرز ومبسوطين. هنا حبيت أصور لكم شوية من الشباك أختي، بس كانت الدنيا الشمس مش واضحة الصورة كتير، الله المستعان. هنا طبعا في كل بيت إلا تلاقوا غرفة فيها حطب. حتى قلت لأختي بدك تديني حطب تاني يا أختي، قالت لي ولا يهمك، الله يسعدها وأعطتني. هنا البرندة هذه تبعت أختي بتطل على هذا الدمار، شايفينه برج نازل يعني، الله المستعان على ما تصفون. وبرندة أختي طبعا متضررة، حاطين بدل اللي رايح دينجو عشان عندهم أطفال. خالته بتحب التراث الفلسطيني، فعندنا منطقة بيتها في تراث. هنا جيت أوريكم الأولاد كانوا قاعدين بيتحدثوا، فسألت أمير ابن أختي أنت بصف إيش؟ قال لي أنا خالته بصف سابع. قلت له أنت ولا بسابع ولا بنيلة، أنت سادس ما درستوش، ولا درس سادس ولا سابع. بيضحكوا. طبعا. وماريا اللي لابسة أصفر هي حقتها بصف أول، بس طبعا ما حدا درس. كانوا مبسوطين وبتحدثوا. بعد شوية قاموا يلعبوا. هنا بيقول لكم البنات لا تنسونا من اللايكات والاشتراكات، ودعمكم بيفرق معنا، الله يسعدكم ويعطيكم لا يرضيكم. هنا أختي هي بتحب التراث البدوي، شايفين عندها عاملة قرنة يعني ببيتها، هذا في الصالون عاملة هيك سجلونتين وعليهم التراث البدوي. هنا هي ضيافة أهل غزة، شايفين جابت لنا أختي كعك والسد العالي وكاسة الشاي، والله المستعان. كنا نروح على خواتنا ننعزم، إشي مفتول، إشي نعمل أكلات، إشي إفطير مشلتت، الله المستعان. الحمد لله على كل حال. وهنا طبعا الأولاد بيلعبوا شريدة، كانوا يلعبوا مبسوطين. أنا صورتهم، قلت عشان أوريكم إيش البنات انبسطوا إيش لعبوا. ابن خالتهم يعني أكبر منهم ب3 سنين تقريبا، فلعبوا معاه، كانوا يعني مبسوطين كتير، الله يبسطهم يا رب. وهنا لعبوا شريدة، كانت لنا متخبية ورا العمود كأنها مش مبينة مثلا. هاي تشوفوا شام وين متخبية، بتضحك شام. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا جماعة الخير اكتبوا لنا في التعليقات. شايفين شام تحت الطاولة. طلعوا هالوقت من اللعبة. مين اللي بده يطلع؟ أمير. شام شام كأنها مش مبينة، مش حتبيني يا شام. بتلاقينا بالطالون. هو بتلاقينا بالصالون. اصلا دانا انا شايفك نعستي يا ماما، يلا نروح. لا. ليش؟ وانت يا شام؟ لا. شو لا؟ لا أنا بديش. هاي يا بتعتل. طيب الدنيا صارت المغرب، احسن يصير ايش؟ لا لما بدي يصير عشاء. يصير عشاء؟ على العشاء. ايش أذان العشاء. ما يصير أذان العشاء بننام عندهم يعني. حسب
ايش؟ حطوا لايك يا جماعة. وهنا البنات لعبوا لعبة تانية، لعبوا في المكعبات وفي الشدة، وكانوا يتناقشوا ويلعبوا. أمير مش عارفة إيش بيساوي، قاعد هناك إيش بيعمل مش عارفة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هنا روحنا على المغرب تقريبا، بعد المغرب الدنيا معتمة طبعا، فيش إضاءة عنا، فيش كهرباء. الحمد لله على كل حال. ما تنسونا من الاشتراكات واللايكات والمتابعة للآخر. الله يسعدكم، مع السلامة.